هل هناك ما يسمى بإنجيل الله؟ هل رأينا في الكتاب المقدس بأكمله ما يسمى بإنجيل الله يا إخوة؟ طبعا ما فيش، طبعا ما فيش. في رسالة كورنثوس الأولى برضو خدوا بالكم من اسم المسمى بتاع الإنجيل. كورنثوس الأولى إصحاح 18 عدد 9. فما هو أجري إذن وأنا أبشر أجعل إنجيل المسيح بلا نفقة حتى لم أستعمل سلطاني في الإنجيل. حتى لم أستعمل سلطاني في الإنجيل، إنجيل المسيح. هل هناك ما يسمى بإنجيل المسيح؟ هل هناك بالفعل ما يسمى في الكتاب المقدس الذي بين يدينا الآن ما يسمى بإنجيل المسيح؟ طيب هل كلمة إنجيل زي ما احنا قلنا بتعني كلمة بشارة؟ بتعني كلمة بشارة؟ ها؟ مين هيرد علينا؟ هل تعني بكلمة بشارة؟ طيب النص من أقوال يسوع نفسه. احنا قلنا النص بتاع مرقس 10 عدد 29، لو حد يحطه لنا تاني من الإخوة يبقى أسأل الله العلي العظيم أن يوضع في ميزان حسناتهم. مرقس 10 عدد 29. النص أمامكم اهو، جزاك الله خير أخونا سوبرمان. بيقول: فأجاب يسوع وقال: الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل. لأجلي ولأجل الإنجيل. خدوا بالكم من الكلام يا إخوة، النص ده من أقوال يسوع. اقرأ النص جيدا علشان تشوف ان يسوع بيقول: ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل إيه؟ الإنجيل. من أجل الإنجيل فهو يخلصنا. إذن كان هناك إنجيل موجود بالفعل في زمن يسوع. كان هناك بالفعل إنجيل موجود في زمن يسوع. الفقرة دي بترد على كل من يقول أن كلمة إنجيل أساسا هي كلمة ليست عربية، وأن هي تعني البشارة، وأن البشارة معناها الخبر السار بيسوع المسيح، أو البشارة بيسوع المسيح. المسيح بيقول هنا من أجلي ومن أجل الإنجيل. لو كان بيقول على حسب كلام القوم لكانت العبارة تتفهم بشيء تاني وتنطق بلفظ آخر. بدل ما نقول ومن يهلك نفسه ومن أجلي ومن أجل الإنجيل، هنقول ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجلي أيضا. صح؟ ما هي مش معناها البشارة بيسوع، مش معنى كلمة الإنجيل كما يدعون ويزعمون البشارة بيسوع. يبقى النص ده يقول على هذا الشكل: ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجلي. ما ينفعش يتنطق بشكل آخر لو كان المعنى بهذا الفكر الذي قالوه عن كلمة الإنجيل. طيب لاحظ معايا أخي الحبيب وكل الإخوة الأفاضل إن هناك تناقض بين الكلمتين. إن كانت كلمة إنجيل كلمة ليست عربية، هنلاقي إن المترجمون أحبابنا وضعوها زي ما هي وما ترجموهاش. ترجموا الإنجيل كله ما عدا الكلمة دي. طب ليه يا أحبة؟ لماذا؟ إن كلمة إنجيل هي اسم علم. خدوا بالكم يا أحبة، كلمة إنجيل اسم علم وضعت كما هي، بتشير إلى كتاب اسمه الإنجيل. تمام؟ ما ينفعش إنها تترجم، لا يصح ترجمتها. إذا كانت بتترجم من الأصل هي بتشير إلى اسم كتاب. يعني لو قلنا مثلا مدينة زي طوكيو مثلا على سبيل المثال، كيف تترجم؟ حد يقدر يترجم لي كلمة طوكيو؟ حد يقدر يترجم لي مثلا كلمة لندن؟ حد يقدر يترجم لي كلمة مثلا القاهرة؟ لا تترجم لأنها اسم على اسم. الأسماء لا تترجم. تعالوا نشوف في غلطية على سبيل المثال وليس الحصر في 2 عدد 7 بيقول إيه؟ غلطية 2 عدد 7: بل بالعكس إذا رأوا إني اؤتمنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على إنجيل الختان. كما بطرس على إنجيل الختان. هتشوفوا معايا في النص ده ان كاتب الانجيل بيقول انجيل الغرلة وانجيل الختان. واخدين بالكم؟ هل ده معناها البشارة بيسوع؟ هل انجيل الغرلة هنا وانجيل الختان هل معناهم البشارة بيسوع؟ لو فرضنا مثلا على حد زعم النصارى ان كلمة انجيل معناها البشارة بيسوع المسيح، هيكون النص يتقرا بالشكل ده: اؤتمنتوا على البشارة بيسوع الغرلة كما بطرس على البشارة بيسوع الختان. هل هذا معقول؟ هل هذا معقول يا أحبة؟ ينفع جزاكم الله خيرا. طب ده بيرد على السؤال، او اقول ان السؤال ده مطروح، بيطرحوا النصارى كيف يسمح الله بأن يحرف كتابه، ولماذا سمح الله بهذا؟
لماذا سمح الله بهذا؟ واحنا بنتكلم عن انجيل يسوع. دي بنعتبرها صيغه معقوله للسؤال. السؤال اللي احنا ما نقبلهوش بقى لما تيجي تقول لواحد مسيحي مثلا ان كتابك محرف، هيقوم جاي رادد عليك دايركت على طول بفمه ويقول لك اجابه متبرمج هو عليها قبل كده من قبل القساوسه. بيقول لك ايه؟ متى حرف؟ واين حرف؟ ومن حرفه؟ واين هي النسخه الاصليه؟ خدوا بالكم من كلمه النسخه الاصليه دي، دايما بنسمع النصارى بيقولوا لنا عن هذا الامر كثيرا. متى حرف؟ واين حرف؟ ومن حرفه؟ واين هي النسخه الاصليه؟ انا بعتقد ان هم بيعلموهم الاسئله دي في الكنيسه علشان يطرحوها عندما يسالوا بهذا السؤال. هم بيتجاهلوا، بيتعمدوا يا اخوه ان هم يتجاهلوا ان كتابهم ليس له اي نسخه اصليه عشان تتحرف بعد كده. الحقيقه ان السؤال بالشكل ده غير صحيح، غير صحيح. الكتاب ملهوش اي نسخه اصليه ابدا. الكتاب كتب في اكتر من عده قرون. الكتاب المقدس الموجود الآن كتب في أكتر من عدة قرون. واخدين بالكم؟ الكتاب ألف من قبل الذين كتبوه يا أحباب. في بعض الكتب اللي بيجهل الناس متى كتبت. واخدين بالكم؟ في بعض الكتب بيجهل الناس أين كتبت. زي إنجيل يوحنا مثلا، مين كاتبه؟ مجهول. النص الوحيد اللي استشهدوا على ان هذا الكاتب هو يوحنا في يوحنا 21 عدد 24 لما بيقول هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا ونعلم ان شهادته حق. احنا بنقول على سبيل المثال للحصر. واخدين بالكم احبابي الافاضل؟ الدكتور منقذ السكار كبير جدا في هذا الامر احبابي. لو طلعوا مع بعض كده بيقول ايه؟ تحدث بولس وبعد كده الانجيليون عن انجيل يسوع او الانجيل المسمى بانجيل المسيح في نصوص كتيره جدا. منها لما بولس قال اني اعجب في غلطيه 8 العدد من 1 ل 6. بيقول ايه؟ اسف، الاصحاح 1 العدد من 6 ل 8 بيقول اني اعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمه المسيح الى انجيل اخر. يوجد قوم يريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. هو هنا بيتحدث عن إنجيل حقيقي، إنجيل حقيقي. تركوا الناس إلى إنجيل آخر مزور، ليس هو آخر غير إنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. إنجيل المسيح، إذن هناك إنجيل آخر زور. وبرضه نفس الكلام برضه هنلاقيه البولس لما بيقول بل نحتمل كل شيء لئلا نجعل عائقا لإنجيل المسيح. لإنجيل المسيح أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. وبرضه بيقول متوعد لما بيقول الذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع الذين سيعاقبون بهلاك أبدي. الذين سيعاقبون بهلاك أبدي. واخدين بالكم يا أحباب؟ يريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. نعم، أحسنت أخونا قصي، أحسنت. الدكتور منقذ السكار بيقول إن هناك إقرار بوجود إنجيل يسوع، وهذا الإنجيل تم فقده زي ما قال رحمة الله الهندي في كتابه الماتع إظهار الحق عن بعض علماء النصرانية إقرارهم بوجود إنجيل يسوع قبل ضياعه واختفائه. منهم على سبيل المثال مارش ويلكر وكوب وأكرهارن وغيرهم كتير بيقولوا وأقروا من علماء النصرانية أن هناك إنجيل مسمى بإنجيل يسوع وتم فقده. على سبيل المثال نقتبس فقرة بيقول إنه كان في ابتداء الملة المسيحية في بيان أحوال رسالة المسيح رسالة مختصرة يجوز أن يقال إنها هي الإنجيل الأصلي، والغالب إن هذا الإنجيل كان للمريدين الذين كانوا لم يسمعوا أقوال المسيح بأذانهم ولم يروا أحواله بأعينهم، وكان هذا الإنجيل بمنزلة القلب. خدوا بالكم يا أحباب، الإنجيل لم يدون، إنجيل يسوع لم يدون. هل إنجيل يسوع دون يا إخوة؟ متى بدأ أول تدوين للإنجيل يا أحباب؟ أول تدوين تم للإنجيل كان إمتى؟ بارك الله فيكم. ها؟ حد عارف؟ طيب جزاكم الله خير. طيب برضو خدوا بالكم لما بنقول ان لما بيجي نسال النصارى عن هذا الانجيل، النصارى بيقولوا لنا طب هاتوا لنا انتوا بقى انجيل يسوع، هاتوا لنا انتوا بقى انجيل يسوع، او اين هو انجيل المسيح؟ احنا هنا بنتساءل ان كان هذا الانجيل اللي امرت الكنيسه باحراقه ضمن الاناجيل الكتيره اللي حرمتها وامرت بحرقها في مجمع نقيا، وزي ما احنا شفنا في المجلد اللي انا ذكرته منذ قليل اللي هو بسم الله ما شاء الله اللي هو مكتوب فيه
المجلد الأول بكتاب الإسناد للاهوتي نورتون، بالمجلد الأول بكتاب الإسناد للاهوتي نورتون، بيقول إن هناك تم حرق الكثير والكثير من هذه الأناجيل. طب لاحظوا يا إخوة، لوقا 1:1 بيقول إيه؟ لوقا 1:1 جزاكم الله خيرا عشان يثبت صدق هذا الكلام الذي أدعيه الآن على المايك. لوقا 1:1 بيقول إذ كان إيه؟ إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا. كلمة كثيرون هنا تعني إيه يا إخوة؟ تعني إيه جزاكم الله خيرا؟ ها؟ كلمة كثيرون تعني لكم إيه؟ ها؟